أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذا الفيديو الجديد. إذن حالة مثيرة للجدل في مباراة هولندا والإكوادور في كأس العالم المنظمة حاليا بدولة قطر. إذن الحكم الجزائري قام بإلغاء هدف الإكوادور بسبب التسلل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول. إذن طبعا اللاعب لم يكن متسللا الذي سدد الهدف، ولكن لماذا ألغي الهدف؟ ينص القانون على عدم تداخل اللاعب الذي يكون في موقف تسلل مع اللعبة تماما وعدم حجب الرؤية على الحارس، وهذا ما حدث في هذا الهدف وتم إلغاؤه من طرف الحكم الجزائري غربال. فبرافو للتحكيم الجزائري وحظ موفق في المواعيد القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.